السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول مرة تسمعوني انا ايه فودة من قناتي كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. هنعمل النهارده الفول مع بعض. هنعمل الفول الدميسة بالشكل ده. شايفين ما شاء الله لون الفول وقوامه، وما ضفنالهوش اي الوان ولا كركم ولا كاري ولا اي حاجة. وهنعرف مع بعض ان شاء الله طلع معانا بالشكل ده ازاي. وشايفين ما شاء الله مخلين لون الفول معانا جميل ازاي. وان شاء الله في الفيديو اعرفك ازاي تعرفي ان الفول كده استوى وبقى مظبوط معاكي. الفول استوى قدمناه بثلاث قطع مختلفه. اول طبق قدمناه بالثوم والطماطم والفلفل، وطبعا حطينا الليمون اختياري للي حابب يعصر عليه. وهنا تاني طبق قدمناه بزيت الزيتون والطحينه بالشكل ده كده. هنا التالت طبق اللي بالسمنه البلدي. شايفين ما شاء الله. ولو حابين تعرفوا عملنا الفول بالشكل ده ازاي على الفيديو عشان تعرفوا عملناه ازاي. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واول حاجه عشان ندمس الفول جبت فول، واهم حاجه ان انت تجيبي فول بلدي، والفول البلدي بتبقى بالشكل ده. دي فول نقيت الكبيره للنبت وهنعمله مع بعض ان شاء الله، والوسط سبتها ندمس. لو في اي حاجه او في فوله بيضه او فوله غامقه تحشيها، وهنغسله مرتين ثلاثه. واهم حاجه ان انت تغسليه مرتين ثلاثه وتصفي ميته، ما ينفعش تنقعيه من قبل ما تغسليه عشان الميه بتاعت النقع تبقى نضيفه كده زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد ما غسلت الميه عشان ننقعه فيه بكميه الفول اللي معايا نص كيلو. والفول اهم حاجه ان انت تنقعيه اقل حاجه 5-6 ساعات، وممكن تنقعيه ليله كامله. معايا 3 اضافات بحب اضيفهم للفول. اول حاجه نص كوبايه من القمح اللي بتعملي بيه البليله، قمح البليله بتضيفي منه نص كوبايه. وهنا معايا نص كوبايه من الفول المفصص. وهنا معانا حمص الشام اللي هو بتاع الكشري العادي خالص، ضيف منه نص كوبايه. متستغربيش من القمح والحمص، جربيه وانت مش هتبطلي تعمليه بالطريقه دي. التلاتة اهم حاجه كويس، ونرجع نشوفهم مع بعض. هنا كده معانا القمح والفول والحمص بعد ما غسلناهم وحطينا عليهم الميه، هنسيبهم يتنقعوا برده 5-6 ساعات. واهم حاجه قبل ما تغسليهم ان انت تنقيهم. نقناهم وغسلناهم ونقعناهم، هنسيبهم يتنقعوا زي الفول. وهنا معانا الفول، شايفين ما شاء الله بعد ما اتنقع، عشان دي حبايه بلدي فالحبايه بتكبر بتبقى بالشكل الجميل معانا ده. وانا سبتهم بالظبط 7 ساعات. وهنا الفول المفصص اللي نقعينه مع بعض، وهنا ده الحمص، هنا القمح هم كلهم الميه المنقوعين فيها. ونرجع مع بعض ان شاء الله. هنا معانا الفواله هنحط الفول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا كده بعد ما حطينا الفول هنحط الفول المفصص، نحط القمح وهنحط الحمص. ان شاء الله لو عملت الطريقه دي هتعتمدها على طول. وهنا كده حطينا قدرة الفول على النار وسايبين النار عالية. اول ما تغلى هنهدي النار نخليها شمعة، وهنسيبها بقى تستوي من 2 ل3 ساعات. مية هنحطها على وش قدرة الفول، منها نغطي القدرة ومنها ما نحتاج نزود مية ناخد منها نزود. وهنا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله بعد ما الفول استوى معانا، شايفين ما شاء الله. بس هو بيستوى لقيته كتير على الفوالة، نقصته في حلة تانية، لان انا اول مرة انسى اعاير الفول في الفوالة قبل ما ابله. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. قلته في الحله، شايفين ما شاء الله. انا ما ضفتلوش اي حاجه، يعني ساعه ما حطيته على النار ما ضفتش اي حاجه غير كنت بزوده من الميه اللي حطاها على الفوال. ودي الليمونه زودت بس هنا في الحله دي ليمون، وفي الفواله ليمونتين. دي الليمونه حطيتها على الفول بالشكل ده كده سليمه، ما عصرتهاش ولا جيت يمها. ده شكل الفول وما ضفتلهوش لون ولا اي حاجه، ولا طبعا هنضيف له نشا ولا كل الكلام الفاضي ده. شايفين ما شاء الله. وانت ما بتسيبيه يبرد قوامه بيتقل لوحده ما شاء الله. بعد ما فضينا الفول كله في حاجه واسعه، شوف سواه مع بعض. شايفين ما شاء الله. تعرفي ازاي ان هو استوى معاكي؟ ان انت تتكي على الحبايه كده قلبها استوى، بس برده مش قلبها استوى والجلده ناشفه، لا. شايفين ما شاء الله الجلده طريه بتتقطع معانا بكل سهوله. شايفين ما شاء الله. تعرفي ان الفول استوى من تكي على الحبايه كده. بعد ما تلاقيها استوى كده تسيبها برده شويه عشان القشره تستوي معاكي زي ما احنا شايفين كده. واحنا هنا هنقدم الفول مع بعض 3 اطعم مختلفه. حطينا فيها معلقتين من الزيت، نحط فيها 3 فصوص من الثوم فرمينهم ناعم بسم الله. وبعد ما شوحناهم وشمينا ريحتهم كده هننزل بقرنين من الفلفل الاخضر وقرن من الفلفل السبايسي. وهنا كده بعد ما شوحنا الطماطم مع الفلفل مع الثوم بننزل عليهم بالفول ونقلبهم كده مع بعض. شايفين ما شاء الله شكل الفول. الملح، نحط الكمون. طبق من الفول بقى جاهز معانا، وده الطبق الوحيد اللي هرسنا الفول في الخلاط. هنا كده معانا طبق الفول التاني زي ما احنا شايفين كده، هنهرسه بالهراسه بسم الله. وكده بعد ما هرسناه بالهراسه الصغيره من الكمون، نظبط الملح، حطينا له الملح والكمون، هنقدمه بسم الله.
وهنا هنحط له زيت زيتون، او لو مش موجود زيت زيتون ممكن تحط له زيت عادي. وهنحط له طحينه، دي كده الفول اللي هيبقى معانا بالطحينه. وطبعا برضو لو انت حابه تضيفي للتاني طحينه ضيفيه، بس احنا عملنا الفول 3 اطعمه مختلفه عشان ما بيحبش طعم يعمل التاني. تاني طبق بقى جاهز معانا. وطبعا احنا الطحينه حلينها الاول، حاطين لها معلقه من الزيت ومعلقه من الخل وعصير ليمونه وكمون وملح، قلبناهم مع بعض ورجعنا حليناها الميه العاديه خالص. ومعانا هنا تالت طبق، هنهرس الفول كده الاول. ودلوقتي هنظبط الملح، لا من الكمون. تالت طبق من الفول هنقدمه. احنا حطينا كده الفول كمون وملح، هنضيف له معلقه من السمنه البلدي ونقلبها كده. احلى طبق فول بالسمنه البلدي. وهنا دي كده معانا الفول، قدمناه في بوله ازاز بس عشان يبقى شكله باين كده معانا. شايفين ما شاء الله، انا ما عبيتهوش في اكياس لانه لسه سخن. شايفين ما شاء الله، ومش كان القوام مرق اول ما كنا سايبينه. شايفين ما شاء الله القوام بيتقل لوحده من غير اضافه نشا ولا اي حاجه زي ما احنا شايفين كده. وجربي ان انت تحطي فيه حمص وتحطي فيه الليمون، وطبعا الليمون انا ما اجي اعبي هشيله. وشايفين ما شاء الله دي الفول بالثوم والطماطم والفلفل. وهنا دي الثوم اللي بالطحينه. وهنا دي معانا طبق الفول بالسمنه البلدي. ولو عجبوكم وصفتنا النهارده اعملوا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.